يا مساء الفل. الاهلي يبدع في البدايات، بدايه ممتازه للدوري الممتاز مع المصري برباعيه مع الرأفة. والحقيقه الموضوع مش بس في الرباعيه وفي جمال الاهداف وفي جمال الاسيستات، لا، في الفرقه ككل، الشكل العام والحاجه كده يعني ايه تغسلك من جوه بعد الغياب الصراحه. وبعد كمان الخساره بتاعت السوبر الافريقي. طبعا امام عاشور ورضا سليم من الماتش اللي فات، من ماتش السوبر، وكان باين قوي، بس طبعا المعدلات البدنيه كانت لسه في البدايه. فالشوط الاول في ماتش السوبر كانوا باينين قد ايه هم لعيبه عاليه قوي 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 وهيبقوا مؤثرين مع الفرقه. الماتش ده كمان امام ورضا، يعني انت امبارح الحقيقه تبقى مش عارف تختار مين نجم المباراه. يعني لو انا قلت لك ان امام نجم المباراه او مان اوف ذا ماتش هتقول صح، لو قلت لك رضا سليم هتقول صح، لو قلت لك بيرسي تاو هتقول طبعا صح، لو قلت لك حتى في الخمسه اللي نزلوا لو كانوا نزلوا بدري شويه وكنت شفت عبد القادر من بدري شويه وكريم فؤاد من بدري شويه كنت هتقول والله برضو عبد القادر عمل كورتين، عمل اسيست وعمل كره تانية وكان نازل رايق. وهتاخد من عبد القادر شغل حلو جدا بعد المنافسه الشديده اللي في المراكز بتاعت الاجنحه دلوقتي. مش بس مراكز الاجنحه، كمان خط النص، كوكا وديانج وامام وكمان مروان، في مجموعه غير السوليه لسه راجع. خد بالك كل اللي انت شفته امبارح ده مش داخل فيه الاسماء الاتيه. بقى تعال نعد كده مع بعض، بس اللهم لا حسد، يعني 5 في العين. تعالوا نعد بقى كده المجموعه اللي كانت مش موجوده في قائمه مباراه امبارح. السوليه، اكرم توفيق، محمود عبد المنعم كهربا، حسين الشحات. انت بتتكلم على أربعة ضرف، يعني 4 دوليين، 4 منتخب، مش بنتكلم في ناس قليلة يعني. فاللهم لا حسد، عندك اختيارات وفرايتي كتير في كل المراكز، في كل المراكز باستثناء الباك الشمال وباستثناء مركز المساك. الاتنين دول انا اضمن لك، يعني لو في مساك بنفس كواليتي عبد المنعم وفي باك شمال بديل قوي لمعلول، لان معلول سنا ما بقاش يسمح انه يقدر يلعب ال90 دقيقه في ضغط المباريات دي كلها. يعني انا شايف ان معلول يلعب مباريات افريقيا، يلعب المباريات الكبيره في الدوري، لكن في مباريات انت محتاج يكون عندك بديل قوي يريح معلول، خاصه مع المباريات كمان التجمعات الدوليه للمنتخبات. اللهم لا حسد، الفرقه دي فرقه هتاكل الاخضر واليابس. ونقطه بس بسيطه، طبعا رضا سليم يعني هو واحد هيبقى من نجوم الموسم. مش عايز ابالغ لو قلت ان هو هياخد رانك على القاره كمان في بطوله افريقيا وفي السوبر ليج. نقطه بقى اخيره بالنسبه لامام عاشور، انا عايزك تنسى امام عاشور اللي كنت شفته قبل كده، والكلام ده هنرجع له في يوم من الايام. انا عايزك تنسى نسخه امام عاشور اللي انت شفتها قبل ما يوصل للنادي الاهلي. هي اصلا نسخه امام عاشور قبل ما يجي الاهلي هي نسخه عاليه جدا ونسخه قويه جدا، بس كولر هيطلع من امام عاشور حاجات انت عمرك ما شفتها. خلينا بس فاكرين الكلمتين دول، كولر هيطلع من امام عاشور مع الاهلي حماده غير الحماده التاني خالص اللي كان قبل كده. فهتشوف حاجات تانية خالص. اخر حاجه بقى خالص قبل ما نقفل، انطونيو موديست محتاج شويه، هياخد له مباريتين 3 4 بالكتير، تمام. لكن موديست انا رايي انه هيبقى هداف الدوري ومن هدافين افريقيا. افتكر بس الكلمتين دول عشان المجموعه اللي علقت على موديست امبارح انه ضيع انفراد، انه مش عارف ايه. لا، شوف موديست، اتقل بس عليه 3 4 مباريات كده وهتشوف غول، هتشوف وحش. الف مبروك للاهلاويه ومستنيين القادم. السلام عليكم.